وتعالوا بينا زي ما تعودنا ان احنا بنقدم مجموعة من الفقرات اللي بتهم كل مشاهدينا في حياتهم اليومية. ويمكن النهاردة احنا بنتكلم عن 23 يوليو وحلم وبنكمله، لكن مهم ان احنا نتوقف امام الهيئة العامة للأرصاد واللي قالته ان النهاردة هيكون ذروة درجات ارتفاع درجات الحرارة. تعالوا نعرف الحقيقة والتفاصيل من دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، اللي بنقول لها صباح الخير عليك يا دكتور منار. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضراتكم واهلا بكل الساده المشاهدين. احكي لنا موقف درجات الحرارة النهاردة والأيام القادمة يا دكتور منار. طبعا اليوم وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه وصلنا لذروه ارتفاع قيم درجات الحراره، ويمكن اعلى درجات حراره من بدايه فصل الصيف هتكون النهارده. عظمى القاهره الكبرى متوقع ان هي تسجل 40 درجه مئويه في الظل، واكيد مع ارتفاع نسب الرطوبه هيكون احساسنا بيها 42 و43 درجه مئويه، لان نسب الرطوبه عاليه بتتجاوز 95% في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، 85% في القاهره الكبرى وفي محافظات الوجه البحري. فبالتالي ارتفاع نسب الرطوبه دايما يحسسني بقيم درجات حراره اعلى من معدل 3 ل 4 درجات. ده طبعا بسبب تاثرنا بامتداد منخفض الهند المقسمي ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وده بيساعد ان قيم درجات الحراره تكون اعلى من المعدلات الطبيعيه الوقت ده من السنه بحوالي 5 درجات. والطقس النهارده شديد الحراره رطب في اغلب المحافظات، حر رطب في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط. فتره الليل كمان اجواءنا الى الحراره رطبه بشكل كبير، والصغرى فتره الليل 26 و 27 درجه مئويه في القاهره الكبرى. فبالتالي لازم ناخد بالنا من الارتفاعات الكبيره الموجوده في قيم درجات الحراره. صحيح. لان نشاط الرياح كمان مش هيكون محسوس بالشكل الكبير، هيكون في بعض المحافظات فتره المساء ساعات الليل ممكن في الاماكن المكشوفه يلطف الجو، لكن في الاماكن المقفوله وعدم وجود نشاط الرياح هيحسسني بنسبه الرطوبه بشكل كبير. الاماكن الساحليه او شواطئ البحر المتوسط هيكون عليها ارتفاع امواج بتوصل ل 2.25 متر، فالساده المصيفين والمصطفين على الشواطئ لازم يكونوا حذرين خاصه في البحار المفتوحه. وطبعا الشبوره المائيه هتبقى موجوده معانا بدل فتره الصباح الباكر على الطرق الزراعيه السريعه القريبه من المسطحات المائيه. ان شاء الله مع بكره تقل درجه الحراره ل 37 عظمى في القاهره الكبرى، لكن انكسار للموجه دي ان شاء الله هيكون بشكل فعلي مع يوم الاحد القادم باذن الله. عشان كده بناكد على كل الساده المواطنين تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فترات الظهيره، عدم الوقوف فترات طويله تحت اشعه الشمس، وانا خارج يكون معايا غطاء لراسي يحميني من اشعه الشمس، اتناول قدر كبير من سوى المطروات وابناء الميه، واتابع طبعا الاشارات الجويه. تمام، أنا بشكرك يا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. شكرا على هذه المداخلة القيمة واللي نبهت فيها مشاهدينا إلى ارتفاع درجات الحرارة بالفعل خلال هذه الأيام الثلاثة القادمة. تعالوا بينا نتابع درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات اليوم.